تخيلي كده لما تكوني بنت رقيقة ونفسك تعيشي قصة حب كيوت زي بقية البنات، بس المشكلة ان ربنا مديكي ايد تتلف في حرير. بس لو اتعصبتي ممكن تكسري بيها فك ملاكم محترف في ثانية. بطلتنا النهاردة اسطورة في الملاكمة، عندها قوة خارقة وبتوقع الابطال بالضربة القاضية وهي عندها 17 سنة بس، وفجأة قررت ترفع شعار اعتزل ما يؤذيك، وسابت الشهرة والبطولة وراحت اشتغلت معلمة في حضانة اطفال، بتأكل عيال صغيرة وتغسل لهم ايديهم، وبتكره سيرة البوكس علشان تعيش في هدوء تام، لحد ما بيدخل حياتها واحد تقوله عليه كده ان هو شبه الثعلب، وكيل لاعبين مادي وبتاع مصلحته، ما بيفكرش غير في الفلوس يا جماعة، وواقع في ورطة السودا مع المافيا ولازم يرجعها الحلبة بالعافية علشان يسدد ديونه والا هيطيروا دماغه. ومن هنا بقى بتبدأ خناقة من نوع خاص، هو بيطاردها في الحضانة وبيحاول يثبتها بكلمتين حلوين وهي مستعدة تديله الرايت هوك المتين وتطيره في صفيحة الزبالة. بس وسط الخناق والمطاردات دي القلوب بتبدأ تدق، والواد البارد بيتحول لعاشق ولهان مستعد يضحي بعمره ويقف في وش الرصاص علشان يحمي البنت اللي خطفت قلبه. حكاية النهاردة فيها ميكس غريب، ضرب وبوكسات ومشاعر دافية تاخد العقل، وقصة حب هتعصر قلبكم من الضحك والدموع. أهلا بكم في حكاية روما، المكان اللي بنقعد فيه بعد السلطنة ونحكي الحكاية بأروق طريقة. انزلوا حالا اخبطوا زرار الاشتراك المتين وفعلوا الجرس بالحبشتكنات الرايقة علشان تنضموا لعيلتنا، وهاتوا حاجة تشربوها وتعالوا نشوف الملاكمة الخارقة دي هتعمل ايه في قلب الولد اللي شبه الثعلب. بتبدأ حكايتنا مع بطلنا يونج، الواد ده تقدروا تقولوا عليه ديب، لابس لبس بني آدم، شغال وكيل لاعبين راضيين، ومفيش في قاموسه حاجة اسمها إنسانية أو مشاعر. اللعبة عنده عبارة عن صفقة يفرمه ويطلع منه بقرشين، ولما ينتهي صلاحيته بيرميه ويشوف غيره. يونج عنده صاحب عمره الوحيد، بس ده ملاكم طيب جدا وعلى نياته، اسمه هي وون. ده وقع في فخ مافيا المراهنات الرياضية ومضى على ورق انه يخسر الماتش الجاي بالعمد علشان المافيا تطلع بالملايين. ولكن في ليلة الماتش ضمير هي وون بيصحى في اخر ثانية وبيرفض الخيانة وبيدخل الحلبة يكسب بجد ويموت المراهن ويموت الرهان. هنا المافيا بتقلب الوش التاني، ورئيس المافيا بيمسك وونج ويعلقه من رجليه في مخزن ضلمة وبيقوله بنبرة ترعب صاحبك بوظ لنا سبوبة ب1.25 مليار، وقدامك 3 شهور بالظبط تسدد الفلوس دي، يا اما هنقتلك انت وصاحبك وعيلتك كلها. يونج هنا الدم هرب من عروقه وبقى يدور على اي سبوبة سريعة تجيب الرقم الاعجازي ده علشان ينقذ رقبته ورقبة صاحبه من حبل المشنقة. وبالصدفة هو بيدعبس كده في الاوراق القديمة بيفتكر اسطورة اختفت من 3 سنين، البنت الخارقة لي سوك اللي كانت بتكسب الماتشات بالضربة القاضية وهي عندها 17 سنة واختفت في ظروف غامضة. يونج قال بس هي دي البنت اللي هترجع الحلبة وتعمل ماتش وتجيب لي الملايين. وبدأ يونج رحلة بحث وتقصي زي المخابرات لحد ما لقاها في مكان عمره ما تخيله، شغالة معلمة ومساعدة في حضانة أطفال ريفية ومغيرة اسمها الهان. البنت عايشة في هدوء تام وبتلعب مع الأطفال ورقيقة ولطيفة جدا، ومحدش يتخيل ان الإيد الناعمة دي ممكن تكسر فك ملاكم محترف. يونج بيدخل لها الحضانة وبيرملها الكارت بتاعه في وشها وبيقول لها بثقة وثعلبة أهلا يا بطلة، جه الوقت علشان نرجع للحلبة ونعمل فلوس. البنت أول ما بتسمع سيرة الملاكمة وشها بيقلب غضب وبتطرده بره وبتطلق عليه جردل المية وبتقوله انت مجنون، انا ما بقتش ملاكمة وما تورينيش وشك هنا تاني. ولكن عايزة اقول لكم ان يونج مش من نوع الرجال اللي بتستسلم بسهولة، ده لازق زي الغرة، بقى يروح الحضانة كل يوم ويشتري ألعاب للأطفال وبيجيب دوناتس للمدرسين وبيعمل فيها الواد الكيوت الرقيق عشان يفضل قريب من لي سوك. البنت كانت هتتجنن منه وتعمل منه بطاطس محمرة، وكل ما تقوله امشي يقول لها بروقان انا هنا علشان اساعدك، انت بتهربي من قدرك، الملاكمة في دمك. وهنا المسلسل بياخدنا فلاش باك علشان نعرف سر الهروب بتاع لي سوك. البنت دي ابوها كان ملاكم قديم ومعقد وكان بيعاملها بقسوة مرعبة وهي طفلة، بيصحيها من الفجر في عز البرد ويضربها علشان تتمرن وحرمها من طفولتها وفساتينها ونفسها تعيش كبنت طبيعية. فبقت تكره الملاكمة لأنها بتفكرها بوجع قلبها وقسوة أبوها عليها.
وفي يوم من الليالي يونج بيراقبها وهي مروحة، فبيطلع عليهم شلة صيع في ضلمة وعايزين يثبتوهم. يونج لسه رايح يعمل فيها الشجاع ويدافع عنها، الواد الصايع زق كونج سوك على الأرض، وهنا الوحش الخارق اللي جواها صحي. لي سوك وقفت وعينيها قلبت شرار وسدت ضربة يمين خطافية مرعبة في الهوا من غير ما تلمس الولد، بس من قوة ضغط الهوا والسرعة الواد طار لورا ودخل في صفيحة الزبالة، وأصحابه جريوا وهما بيصوتوا. يونج وقف متنح ركبه ثابت ولقى نفسه بيسقف بذهول وبيقول يا نهار مشفر، دي مش ملاكمة، ده أكيد مدفع متحرك. ويونج استغل اللحظة دي وواجهها وقال لها أنا عارف إنك بتكرهي أبوكي وعارف إنك مش عايزة الملاكمة، بس أنا هعرض عليكي عرض يخليكي تخلصي من الكابوس ده للأبد. بصي يا بنت الناس، انت هترجعي معايا الحلبة تلعبي 3 ماتشات بس، وهنعمل بروباجندا واعلانات وهنلم ملايين، وبعد الماتش التالت انا بنفسي هعلن اعتزالك النهائي قدام العالم كله، وهديكي نص الفلوس تعيشي بيها في اي حتة في الدنيا، ومحدش هيعرف يوصلك ولا ابوكي هيتحكم فيكي تاني. وبياخد رأيها نكسب وقت ونخلص من موضوع الماضي. لي سونج قعدت تفكر والدموع في عينيها وشايفة ان العرض مغري، 3 ماتشات وتشتري حريتها للأبد وتخلص من الملاكمة اللي ملحقها كأنها لعنة. فوافقت لي سوك ومضت على العقد، ومن هنا بدأت رحلة الترويض. يونج أخدها وطلع على صالة جيم قديمة ومستخبية علشان تبدأ تتمرن من غير ما الصحافة تلمحها. والصدمة ان لي سوك بقالها 3 سنين ما لمستش جوانتي، وجسمها تعب جدا ونفسها بقى قصير، وفي أول يوم تمرين وقعت على الحلبة ومش قادرة تتنفس وعيطت وقالت أنا مش هقدر، أنا نسيت كل حاجة. وهنا بنشوف تحول غريب في شخصية يونج البارد، بدل ما يشخط فيها علشان الفلوس قعد جنبها على الحلبة ومسح دموعها وقال لها بصوت دافي جدا أنا مش عايزك تلعبي علشان أبوكي ولا علشان الجمهور، العبي المرة دي علشان نفسك وعلشان حريتك وأنا معاكي ومش هسيبك. الكلمة دي لمست قلب لي سوك جدا، وبدأت تحس إن الواد الثعلب ده جواه حتة نضيفة كده. ولكن في النهاية وهي بتتمرن وبتضرب الكيس بقوة كده بيقتحم الصالة شخص ما كانوش يتمنوا يشوفوا وشه أبدا. أيوة يا أصحاب، هو أبوها المعقد اللي واقف على الباب وبيبتسم ابتسامة خبيثة تسد النفس. بيدخل عليهم وعايز ياخد بنته بالعافية ويتحكم في عقودها وبيقول دي بنتي وأنا اللي صنعتها وأنا اللي هاخد فلوسها. طبعا نيسوك بدأت تترعش وتخاف وترجع لورا كأنها طفلة صغيرة، ولكن هنا يونج بيعمل لقطة رجولية من الطراز الرفيع ووقف في النص بينها وبين أبوها وبص في عين الراجل بكل تحدي وقال له ليه سوك دلوقتي بتمضي مع شركتي أنا، وأي خطوة هتقرب لها فيها هوديك في داهية بالقانون. وبيرفع إيده عن البطلة فأبوها ماشي، بس ليه سوك في اللحظة دي حست إن يونج بقى هو الأمان بالنسبة لها، السند اللي بيحميها من كوابيس طفولتها، وبدأوا يتمرنوا بجد. ويونج بقى هو اللي بيعمل لها الأكل الصحي وبيجري معاها الفجر وبيشجعها، وبدأت تظهر بينهم شرارة إعجاب دافية جدا. البنت الخام اللي عمرها ما حبت بدأت عيونها تلمع لما يونج يقرب منها، ونظرات عينه هو كمان بدأت تتغير، ما بقتش نظرات فلوس، بقت نظرات خوف وحب حقيقي لخوفها، وضحكتها الكيوت وهي بتاكل آيس كريم بعد التعب. لكن يا فرحة ما تمت، يونج بيرجع مكتبه بالليل وبيلاقي رئيس المافيا قاعد مستنيها على كرسيه وبيلعب بمسدسه وبيقول له سمعنا انك لقيت البنت الخارقة وبترتب لماتش كبير. بص بقى يا عم يونج، علشان نضمن الملايين بتاعتنا الماتش الاولاني ده البنت لازم تخسره برضو علشان المراهنات تقلب طحن. ويونج هنا صدمته كانت كفيلة توقف قلبه، لقى نفسه محطوط بين نارين، يا اما يخون البنت اللي بدأ يحبها ويخليها تخسر وتتحطم حريتها، يا اما يرفض في المافيا تقتله هو وهي. وبيفضل يونج حاطط ايده على دماغه والدموع محبوسة في عينيه. وبيجي اليوم اللي بعده وبيكون اليوم اللي هيحصل فيه الماتش الاول اللي يونج رتب له، والصحافة بتكون مقلوبة والجمهور جاي يشوف الاسطورة اللي رجعت بعد غياب 3 سنين. وبتكون لي سك في اوضة اللبس مرعوبة وبتترعش، ويونج دخل عليه عشان يديلها شوية دعم، بس ضميره كان بياكله ونفسه يصرخ ويقول لها ما تلعبيش الماتش ده علشان المافيا عايزاكي تخسري، بس سكت علشان يحميها. ونزلوا الحلبة والماتش بدأ، ولي سوك
في اول جولتين كانت متبهدلة لان يونج من كتر خوفه عليها ما كانش مديها خطة هجومية صح. الخصم نزل فيها ضرب وفجأة لي سوك وقعت على الارض والدم نازل من بقها، ويونج هنا وقف بره الحلبة ورئيس المافيا باصصله من بعيد وبيبتسم ابتسامة النصر لان الخطة ماشية صح والبنت هتخسر. والحكم بدأ يعد من 1 ل3 ويونج بص لسوك ولقى في عينيها نظرة استنجاد، نظرة بتقول انت وعدتني ان الماتش ده علشان حريتي فاكيد مش هتسيبني كده. وهنا يونج لعن الفلوس وصوت بصوت عالي وقال لها اقفي يا ليسوك اقفي واضربي بالخطافية اليمين والعبي لنفسك. ليسوك سمعت صوته كأن الروح رجعت فيها ووقفت على ثانية 9 وبدأت تهجم زي الإعصار وسدت ضربة يمين مرعبة في فك الخصم ووقعته في الأرض وفازت بالماتش الأول. والقاعة اتهزت من التشجيع ولي سوك جريت حضنت يونج وهي بتعيط من الفرحة، بس يونج وهو حضنها عينه جت في عين رئيس المافيا اللي ملامحه قلبت غضب اسود وشاور ليونج بايده على رقبته بمعنى انت كتبت شهادة وفاتك بايدك. وبنيجي عند يونج وهو مروح بالليل رجالة المافيا طلعوا عليه في ممر ضلمة ونزلوا ضرب لحد ما وشه اتغرق دم ومش قادر يقف على رجليه، ورئيس المافيا جابه من شعره وقاله انت كسرت كلمتنا وخليت البنت تكسب الماتش، فالماتش التاني بقى مفهوش هزار، لو ما كسبناش من وراها اضعاف اللي خسرناه المرة الجاية مش هنضربك انت، احنا هنكسر ايد البنت الخارقة دي بالرصاص علشان تعتزل الملاكمة والحياة مع بعض. ويونج لقى التهديد بقى بيمس البنت اللي بقت كل دنيته فقرر يلعب معاهم لعبة القط والفار ويوهمهم انه هيمشي تبع خطتهم في الماتش التاني علشان يكسب وقت ويلاقي مخرج. رجع الجيم ووشه متدمر ومتبهدل ولي سوك اول ما شافته اتخضت وصوتت وقعدت تمسح جروحه وهي بتبكي وبتقوله مين عمل فيك كده. يونج ابتسم بوجهه وقال لها مفيش يا بطلة، حادثة بسيطة، المهم ركزي في تمرينك. البنت حست ان في سر كبير وراه بس وثقت فيه وبدأت تظهر شخصية تانية في المسلسل، ملاكم حليوة كده وبطل قديم اسمه جايمين. جايمين ده كان معجب بلي سوك من زمان وبيحاول يتقرب منها وبيعرض عليها يتمرنوا سوا. وطبعا يونج لما شاف جايمين بيقرب من لي سوك ويضحك معاها الغيرة ولعت في قلبه وبقى وشه يقلب ألوان ويدخل في النص وبيقول يا كابتن التمرين خلص اتفضل على بيتك يلا. مواقف الغيرة دي خلت لي سوك تبتسم وتتأكد ان يونج ما بقاش مجرد وكيل اعمال، ده بقى حبيب مغرم. وفي الاخر يونج بيقعد يخطط في سرية علشان يقلب الطاولة على المافيا. وبنيجي بقى عند بداية الماتش التاني الكابوس الحقيقي، يونج علشان يحمي لي سوك من رصاص المافيا وفي نفس الوقت ما يرغمهاش على الخسارة عمل خطة صايعة بره الصندوق. اتقابل في السر مع ضابط شرطة من مكافحة الفساد الرياضي واداله فلاش عليها تسجيلات وصوت رئيس المافيا وهو بيبتز وبيرتب للمراهنات، واتفق مع الشرطة انهم يكبسوا على المافيا وقت الماتش بالظبط علشان يقبضوا عليهم متلبسين بالفلوس والاجهزة. وبدأ الماتش التاني ولكن الخصم المرة دي كانت ملاكمة شرسة جدا وبتلعب بعنف وخبث ولي سوك كانت بتضرب وبتدافع بكل قوتها ويونج عينه على الساعة مستني الشرطة تتحرك. والمافيا في المدرجات بدأت تحس ان يونج بيماطل فبعتوا رسالة على موبايله والشرطة مش هتلحقك لو البنت ما اعلنتش استسلامها في الجولة الجاية رجالتنا واقفين بره الحضانة القديمة وهيمسحوها من الخريطة. يونج هنا اتهز والخطة باظت والمافيا للأسف كانت سبقت بخطوة، لقى نفسه مضطر ياخد القرار اللي أصعب علشان يحمي روح الأطفال ويضحي بحبيبته. وفجأة في الجولة الرابعة يونج مسك الفوطة ورماها داخل الحلبة ورمي الفوطة معناه الاستسلام الرسمي. لي سوك بصت له بذهول وكسرة قلب وسط هتافات الجمهور الغضبة وبتنتهي بلي سوك بتعيط وبتبص ليونج بنظرة خيانة لأنه فعلا خانها قدام الناس وبتبدأ بكسرة قلب صعبة جدا. ولي سوك نزلت من الحلبة دخلت أوضة اللبس سابت كل حاجة ومسحت دموعها بعصبية ويونج جري وراها في المطر ومسك ايديها وقال لها اسمعيني يا لي سوك انا عملت كده علشان احميكي. لي سوك صرخت فيه بدموع وقهر وقالت له بتحميني من ايه؟ انت طلعت زي ابويا، كلكم بتستغلوني علشان الفلوس والمصالح، انا وثقت فيك وحبيتك وافتكرتك الامان اللي هيخلصني من اللعنة دي، بس انت رميت الفوطة وكسرت نفسي قدام العالم كله علشان مراهناتك وفلوسك. سيبني في
في حالي وانا مش عايزة اشوف وشك تاني للأبد. ورمت الجوانتي في وشه ومشيت وسابته واقف في المطر غرقان في دموعه وعاجز انه يشرح لها الحقيقة، لان الحقيقة معناها ان حياتها في خطر. ولي سوك رجعت لقريتها وللحضانة بتاعتها، بس ما بقتش لي سوك الفرفوشة، بقت حزينة ومكسورة وبتفتكر كل لحظة دافية وكل ضحكة وكل أكلة آيس كريم أكلتها مع يونج. يونج من الناحية التانية ما استسلمش ولقى ان الطريقة الوحيدة علشان يثبت لها حبه ويرجع لها حريتها بجد انه يضحي بنفسه. راح لرئيس المافيا وقال له البنت ملهاش ذنب، انا اللي رميت الفوطة وخسرتكم، الماتش التالت والاخير هو اللي هيحسم كل حاجة وانا بضمن لكم سبوبة العمر، بس سيبوا البنت في حالها. وبعد كده يونج بيروح للحضانة بالليل في السر من غير ما لي سوك تشوفه، وساب لها رسالة مكتوبة بخط ايديه تحت الباب، وساب معاها العقد الاصلي بتاعها ومقطوع 100 حتة. ولي سوك صحت الصبح لقت الرسالة وفتحتها ويونج كاتب لها فيها انا عمري ما استغليتك، العقد ده مقطوع وانت حرة من دلوقتي، انا رميت الفوطة علشان المافيا كانت هتحرق الحضانة وتأذي الاطفال وتأذيكي، انا كنت مستعدة ابيع روحي علشان اشوف ضحكتك. والماتش التالت والاخير يتحدد، الماتش ده مش عشاني ولا علشان ديوني، الماتش ده عشان تخرجي براسك مرفوع قدام العالم كله وتعلني اعتزالك بحرية. انا مستنيكي على الحلبة، ولو مش عايزة تيجي انا هفضل احميكي لاخر نفس في عمري. هنا ليسوكو يا بتقرا الكلام قلبها اتعصل لما لمت كل الخيوط وفهمت ان يونج شايل شيلة تقيلة لوحده وبيموت علشان يحميها. جريت في الشوارع بهبل وطلعت على الجيم القديم وفتحت الباب، لقت يونج قاعد لوحده في الضلمة وماسك الجوانتي بتاعها وبيبكي، وجريت عليه وحضنته بكل قوتها وقالت له انا اسفة وانا مش هسيبك لوحدك، الماتش التالت ده هنلعبه سوا وهنكسبه سوا ونخلص من الكابوس ده مع بعض. والروح رجعت ليهم هما الاتنين وبدأوا يتمرنوا بأقوى وأشرس تمرين في حياتهم، تمرين حياة أو موت. وبنيجي ليلة الماتش الأخير والحاسم ويونج قعدوا مع بعض في قعدة رايقة جدا وبيطبخ لها الأكل بنفسه وبقى يضحكوا ويهزروا. ولي سوك قالت له بفرحة وبراءة وعينيها بتلمع حب، عارف يا يونج بعد ما نكسب الماتش ده بكرة ونعلن اعتزالي انا نفسي نفتح حضانة صغيرة مع بعض وانت تبقى المدير المالي بتاعي وانا المعلمة ونعيش في هدوء بعيد عن الحلبة والدم والمافيا. يونج بصلها وابتسم ابتسامة صافية جدا بس عينه كانت مليانة حزن ودموع مخفية، ومسح على شعرها بالراحة وقال لها يبقى احلى مشروع في الدنيا يا بطلة وانا هفضل معاكي دايما. ولكن يونج كان عارف السر اللي مخبيه عنها، ان رئيس المافيا قال له ان الماتش ده لو ليسوكي كسبت فيه يونج هيسلم نفسه للمافيا وياخدوا روحه بديل للفلوس. يعني يونج كان داخل الماتش ده وهو عارف انه بيمضي على وثيقة اعدامه علشان يشتري حريتها هي. والصبح بيجي واضواء الاستاد الاكبر في العاصمة نورت والجمهور مالي المدرجات بالالاف والصحافة العالمية واقفة مستنية ماتش القرن بين البنت الخارقة ليسوك واقوى بطلة في العالم. وبيكون الخصم المرة دي كانت ملاكمة روسية جبل من العضلات وما تعرفش الرحمة. والماتش بدأ وضربات طحن بتسمع في القاعة كلها. الجولة الأولى والتانية والتالتة ليسوك انضربت ضرب قاسي جدا، جفن عينها اتفتح والدم مغرق وشها وجسمها اتملى بكدمات زرقاء، بس كانت واقفة زي الجبل وبترد الضربة بضربتين علشان خاطر يونج. ويونج واقف بره الحلبة قلبه بيتقطع مع كل ضربة بتنزل على وشها وبيصرخ ويوجهها بكل قوته. في الجولة العاشرة والأخيرة ليسوك كانت خلاص بتفقد الوعي ورجليها مش شايلاها، والروسية سدت لها ضربة وقعتها في الأرض والجمهور كله سكت وكتم أنفاسه. والحكم بدأ يعد من 1 ل3 ويونج هنا مسك المايك بتاع الحلبة وهمس بصوت مخنوق من الدموع قال لها ليسوك أنا بحبك، أوفي علشان حلمنا وعلشان الحضانة، أوفي يا بطلتي. وهنا ليسوك فتحت عينها بالعافية وسط الدموع وسمعت كلمة بحبك كأنها طاقة خارقة من السما نزلت في جسمها. وقفت في الثانية التاسعة وسط ذهول الملاكمة الروسية وهجمت هجمة سينمائية اسطورية تفادت ضربات الروسية وسدت لها 3 ضربات يمين شمال في الصدر والفك. الروسية طارت في الهواء وقعدت في الأرض وما قامتش تاني. والحكم أعلن فوز ليسوك بماتش القرن وبطولة العالم. وليسوك مسكت المايك قدام ملايين الشاشات أنا بعلن اعتزالي النهائي للملاكمة النهاردة وأنا حرة، ولفت علشان تحضن يونج
لقت المكان فاضي، ويونج ساب الحلبة في عز الفرحة وماشي في الممر الضلمة ورايح يسلم نفسه لرجالة المافيا اللي مستنيينه بمسدساتهم ورا الاستاد. لما يونج وقف ورا الاستاد في الضلمة ورئيس المافيا وجه المسدس لدماغه وقال له البنت كسبت وحريتها بقت ملكها وانت وفيت بوعدك، جه وقت الحساب يا يونج. يونج غمض عينه وابتسم ورضى بنصيبه وقال المهم هي هتكون في امان. فجأة فلاشات الشرطة والبوليس كبست بالمئات من كل حتة، محاصرة كاملة للمكان. اتاري ايه بقى يا اصحابي؟ يونج ما كانش رايح ينتحر ولا حاجة، يونج كان مأمن العقد والماتش مع الشرطة الدولية. واول ما المافيا استلمت اموال المراهنات الكبرى للماتش الاخير، الشرطة مسكتهم متلبسين بقضية فساد دولي وغسيل اموال تقفلهم السجن مدى الحياة. ورئيس المافيا اتقبض عليه والمسدس وقع من ايده، ويونج وقع على الارض من التعب والدموع نازلة من عينيه. وفجأة لالي سك جريت عليه ببدلة الملاكمة والدموع مغرقة وشها وحضنته وسط اضواء الشرطة. قالت له انت غبي، افتكرتني هسيبك تاخد الرصاصة لوحدك ولا ايه؟ ويونج حضنها وقال لها النجاح بدأ يا بطلتي، احنا احرار بجد دلوقتي. نيجي بقى بعد مرور سنتين والجو شمس وصيف ودافي جدا، بنشوف مكان ريفي هادي وجميل مكتوب عليه يافطة خشبية شيك جدا حضانة الابطال الصغار، وبنشوف الابطال بيجروا ويلعبوا في الجنينة وبيضحكوا من كل قلبهم. وفجأة بتظهر بطلتنا الكيوت لي سوك لابسة فستان رقيق جدا ولطيف، ومفيش في ايديها جوانتي ملاكمة ولكن بيكون في ايديها العاب للاطفال، وبتضحك من قلبها وعايشة طفولتها اللي انحرمت منها. وبيظهر من وراها بطلنا يونج شيك جدا ولابس نضارة شمس وماسك الدفاتر وبيمسح على شعرها بحب وبيقول لها المديرة المالية للحضانة جاهزة، وبتبتسم له وبيقعدوا وسط الأطفال والضحكة مالية المكان والجو كله أمان ورضا ونهاية سعيدة يستحقوها بعد كل الدموع دي. وقبل ما نقفل سهرتنا العملاقة دي، روما حابة تديكم نصيحة كالعادة علشان تفتكروني بيها وتشاركوني رأيكم في الكومنتات. الدراما دي مش مجرد ملاكمة وضرب، الدراما ده درس في الحياة بيعلمنا ان الأمان مش انك تكون قوي جسديا وعندك قوة خارقة، الأمان بجد هو انك تلاقي الشخص اللي يحتوي مخاوفك، الشخص اللي يقف في ظهرك ويحميك من كوابيس ماضيك ومن قسوة الدنيا. وبيعلمنا كمان ان الحب الحقيقي أفعال مش كلام وتسبيل، والحب هو تضحية، هو انك تكون مستعد تخسر الدنيا كلها والفلوس علشان تشتري ضحكة وراحة بال الشخص اللي بتحبه. اوعوا تسيبوا ماضيكم وقسوة طفولتكم تشكل مستقبلكم، ارموا الوجع ورا ظهركم وعيشوا بنقاء ودوروا دايما على السند الحقيقي اللي يوديكم لبر الأمان. دي كانت سهرتنا الأسطورية النهاردة. لو الملخص لمس قلبكم ما تبخلوش عليا باللايك المتين والشير، وانزلوا حالا اخبطوا زرار الاشتراك وفعلوا الجرس بالحبشتكنات عشان توصل لكم حكايات روما الجاية أول بأول. وقولولي تحت في الكومنتات بكل صراحة لو مكان يونج كنت هتقدروا تضحوا بنفسكم وتواجهوا المافيا علشان تحموا الشخص اللي بتحبوه. واشوفكم السهرة الجاية على خير ومزاج عالي قوي. سلام.